كنت بعمل بروفات بعد ما هم يخلصوا بروفاتهم. عملت بروفات قد ايه؟ لا ده اصل ده كتير قوي، لان انا كان عندي الفكره نفسها، المبنى، وكان عندي السراوند، وكان عندي الاصعب بكتير ان ازاي تربط ده بالمزيكا. الاستاذ هشام نزيه لما عمل المزيكا، والاستاذ سعدي طبعا لما هو القائد بتاع المنظومه وجمع كل الحاجات دي، فبقينا كلنا بنمشي في الاتجاه واحد. انت الاول خالص بتعمل مزيكا وهو عاملين ستوري بورد للحدث، فانت بتمشي مع الحدث، فانت لازم توفق الفاير وركس بتاعك للمزيكا وللحدث. مثلا لو احنا بنتكلم في البالب بتاع الالوان مثلا، فانا بشوف الالوان بتاعه الفراعنه وبتاعه الاحداث، هم قعدوا يمشوا بحقب زمنيه، هم راحوا اسوان وراحوا الاقصر وراحوا يعني مشوا بكل الحقب والاهرامات والحاجات، مشوا بتاريخ مصر كله. فكل حقبه كان ليها شكل وكان ليها لون وكان ليها مزيكا. المزيكا استاذ هشام نزيه عامل المزيكا من هنا، حتى الديكورات استاذ عطيه، يعني كل الناس اللي كانوا موجودين في الحدث رابطين كل ده ببعضه عن طريق سعدي. وسعدي بس انت عملت الوان كتير، هتلاقي كل حدث عملته ليه علاقه باللون. يعني الاخضر اللي عملته ده ليه علاقه بمصر والخضار والنيل، هتلاقي المزيكا كان ساعتها بتقول كده. عملت الاصفر والحاجات اللي هي الرمله والاهرامات والصحراء ومصر، وبعد كده عملت ميكس كولر اللي هي الفرحه والانتصار. لا طبعا دي كانت اخر حاجه، كل حاجه ليها حاجه.